من فترة انتشر فيديو على السوشيال ميديا عمل صدمة كبيرة للناس، والفيديو كان عبارة عن مذيع بيسأل دكاترة نفسيين عن عدد الحالات اللي اتعالجت على ايديهم، والصدمة كانت ولا واحد. الفيديو ده فكرني بحلقة كان عاملها الدحيح من سنتين عن المرض النفسي، وحكى فيها تجربة غريبة جدا لكنها ممكن تفسر اللي كان في الفيديو. اللي حصل انه سنة 1973 قرر دكتور نفسي من جامعة ستانفورد اسمه ديفيد روزنهام انه ياخد معاه 7 اشخاص اصحاء ويروحوا مستشفى نفسي ويتظاهروا بالمرض ويشوفوا الدكاترة هتتعامل معاهم ازاي. والغريب انهم لما راحوا المستشفى الدكاترة ما اخدوش وقت كبير عشان يشخصوهم، كل واحد فيهم خد تشخيص مختلف بس كلهم تحت بند مرض عقلي. عشان كده الدكاترة قرروا يحجزوهم في المستشفى لان حالتهم خطيرة، واقل واحد فيهم قعد في المستشفى 7 ايام واكتر واحد قعد 52 يوم. مستغرب من اللي حصل؟ طب خد التقيل. لما دكتور روزنهام واللي معاه اتصرفوا بشكل طبيعي الدكاترة قالوا ان ده جزء من مرضهم. المريض النفسي دايما بينكر مرض، ولما حاولوا يخرجوا محاولاتهم دي كانت بتتحسب عليهم كعرض من اعراض المرض، لحد ما في الاخر بداوا يمثلوا انهم بيتحسنوا بالتدريج عشان يخرجوا. دكتور روزنهام قرر ياخد الموضوع لليفل تاني وكرر التجربه دي في 12 مستشفى، والكارثه ان المستشفيات حصل فيها نفس الشيء بالملي. مفيش ولا طبيب من ال 12 مستشفى قدر يكتشف انهم سلام مش بيعانوا من اي شيء. بعدها دكتور روزنهام نشر تجربته اللي عملت جدل كبير في الاوساط العلميه، لكن الغريب انه مستشفى نفسي كبير اتحداه وقال له احنا مستحيل نقع في الفخ ده، ولو جبت لنا مرضى مزيفين هنكتشفهم فورا. فقال لهم ماشي، خلال الشهر الجاي هبعت لكم مرضى مزيفين وشوفوا هتعرفوهم ولا لا. وبالفعل بعد شهر المستشفى بعت لدكتور روزنهام 41 شخص وقال له اتفضل دول مرضاك المزيفين. بس الصدمه لما رد عليهم دكتور روزنهام وقال لهم انا ما بعتش حد. التجربة دي وغيرها بيخلينا نسأل، هل فعلا مفيش آلية مظبوطة لتشخيص المرض النفسي، ولا زي ما بيتقال المرض النفسي مجرد وهم؟